التحديات النفسية اللي بيواجهها الشخص المبدع شيء تقريبا محدش بيتكلم عنه، مع انها من اهم احجار الاساس في مسيرته المهنية كاملة. حاجات زي ان هو ازاي يفكر، ازاي يقرر، ازاي يتعامل مع الضغوطات والاحباطات اللي بيواجهها في الشغل. حاجة زي كده لو قدر يتعامل معاها بشكل مناسب 100% هيوصل للمستوى اللي هو عايزه. التصميم حاجة بتحصل من جوه لبره، من جوه دماغك ومشاعرك لبره للناس اللي هتشوف التصميم ده وتتفاعل معاه. فضروري تتعلم يكون عندك وعي ذاتي، وعي بطباعك بمميزاتك، والاهم من ده كله بمشاكلك اللي انت بتواجهها. فانا بقدم المحتوى ده مش عشان اتكلم في البرامج والادوات لان دي حاجة مشهورة ومنتشرة جدا. انا جاي اشاركك التحديات اللي واجهتها بشكل شخصي وقدرت اتعامل معاها، واعتقد ده هيساعدك تفهم نفسك كمصمم من جوه قبل ما تطلع بره للبرامج والادوات. وده من وجهة نظري اللي هيفرق معاك فعلا، وهيفرق في مستواك على المدى البعيد، وهيساعدك تكون شخص فاهم نفسه قبل ما تكون مصمم كويس. تقدر تعتبر ده كده ديب بيعلم ديب. فانت ضروري تعمل لي فولو علشان ده يتحقق، وما تنساش اللايك وتقول لي في الكومنتات ايه اكبر تحدي حاليا بيواجهك كمصمم. سلام.